أصدقائي إخواتي في الله طلاب الفرقة التانية عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله محاضرة جديدة من محاضراتنا لمادة الخطر والتأمين. تعالى كده نكمل بسم الله الرحمن الرحيم ونكمل بعد موقفنا عن لغاية الفصل السادس. هنكمل النهاردة الشرح. قبل كده اتكلمنا يا صديقي عن الفصل الأول خدناه، والفصل الثاني خدناه، والفصل الثالث خدناه، والفصل الرابع خدناه، والفصل الخامس كان ملغي فدخلنا على الفصل السادس. من النهارده هنكمل بقى، فاضل لي بعد السادس فاضل لي الفصل السابع والثامن هم عملي، وفصل التاسع والعاشر والحداشر والاتناشر هما نظري. اذا بالمحاضرة دي هشرح لك الفصل التاسع والعاشر والحداشر والاتناشر الجزء النظري، يبقى كده خلصنا الجزء النظري من المنهج تماما. هيفضل لي محاضرة واحدة وهي العملي، هنشرح فيها حاجة اسمها جدول الحياة والوفاة، وهنشرح فيها عملي المبادئ القانونية بتاعة الجزء النظري النهارده. يبقى إذا يا صديقي أنت فاضل لك محاضرة بعد دي اللي هي الجزء العملي الخاص بالمنهج. طبعا في محاضرة عملي نزلت قبل الميد تيرم، والمحاضرة الجاية هتبقى محاضرة عملي كل بعد الميد تيرم في محاضرة واحدة. تعالى نسمي الله يا صديقي في الله، وتعالى كده نتكلم النهارده عن حاجة جديدة في الفصل التاسع وهي المبادئ القانونية. بنسمي الله كده يا صديقي. طبعا كاتب لك ان الفصل السابع والثامن طبعا قلنا موضوعات عملي هيتشرح في محاضرة لوحديهم. النهارده بنتكلم عن الفصل التاسع بعنوان اسمه المبادئ الأساسية للتأمين. طبعا يا صديقي أي شركة تأمين فيها نوعين من المبادئ، هي مبادئ فنية ومبادئ قانونية. لازم يتوفروا فيها الشرطين دولك عشان اقدر اللي انا اشتغل كشركة تأمين. يبقى بتكلم النهاردة قال لي يلزم التأمين توافر نوعين من المبادئ الفنية. ايه هما؟ قال لي والله مبادئ فنية ومبادئ قانونية. طب ما نيجي نمسك حاجة وندرس مع بعضينا النهاردة المبادئ الفنية الأول عبارة عن ايه؟ قال لي المبادئ الفنية هي مجموعة من المبادئ لازم تتوفر في موضوع التأمين. قلت لك ما ينفعش ان انا كشركة تأمين، لازم انا كمؤمن عندك كم حاجتين، مبادئ قانونية ومبادئ فنية. طب المبادئ الفنية زي ايه؟ عندنا خمس حاجات. ايه هما؟ واحد، مبدأ الخسارة العرضية. مبدأ ايه؟ مبدأ الخسارة العرضية. يعني ايه؟ النهارده في الخسارة العرضية بتتكلم عن 3 حاجات. بيقول لك والله هو الخطر اللي حصل هو خطر كان إرادي، يعني أنت يا أخويا في الله متعمد اللي أنت تعمل الخطر ده، أو هو خطر حصل في المستقبل، أو خطر حصل في الواقع العالمي المستقبل. أهو يبقى هذا تعني المبادئ احتمالية الوقوع، بتتكلم عن مستقبل الوقوع، بتتكلم ان انت ما يكونش عامله معتمد. يبقى يجي لي في الامتحان يقول لي محتملة الوقوع تحت أي بند؟ مبدأ الخسارة العرضية. أو مستقبلية الوقوع تحت أي مبدأ من المبادئ الفنية؟ مبدأ الخسارة العرضية. أو لا إرادية أن تكون معتمدة يبقى مبدأ الخسارة العرضية. طب تعالى ندرسهم مع بعض كده نشوف هما بيتكلموا عن إيه. أهو رقم 1 قال لي أن يكون الخطر احتمال الوقوع. يعني إيه؟ يعني أنت النهاردة بمعنى إن هو ما يكونش مستحيل اللي هو يقع. يعني النهاردة لو أنا كشركة تأمين بأمن عليك بقول لك إن هو ما يكونش مستحيل أو مؤكد الوقوع. يعني أنا كالنهاردة أمنت على شخص وليكن مريض بمرض مزمن. أنا لما أمن عليك ما أنا كده اتأكدت إن أنت مريض، فإذا أنت هتتصاب، فإذا أنا هصرف عليك، صح؟ يبقى انا كده اتاكدت ان انت عندك مرض لا قدر الله، فانا مش هقدر ان انا اامن عليك. طب الحاجه الثانيه قال لي ان يكون الخطر مستقبلي الوقوع. يعني ايه؟ لو انت النهارده يا صديقي بيتك ولع مثلا، او حاجه حصلت لك في حياتك كان زمان، ورحت لشركه تامين تقول لهم والله انا عاوز خساره عن البيت اللي اتحرق، هتقول لك انا ما اعرفكش. ليه؟ لان انت كده اصلا اوريدي انا بتكلم عن المستقبل فيما جاي. انت من النهارده لو انت اتعاقدت معايا انا ملزم ان انا اعوضك لو في حاجه جت، انما الماضي انا ماليش علاقه فيه. انا هتكلم ليه عن الماضي؟ يبقى لما بتكلم عن الخطر مستقبلي الوقوع، بص ان يكون حدوث الخطر في المستقبل، فلا يمكن التأمين على حدث وقع في الماضي. قلت لك اكيد ان انا ماليش علاقه بالماضي بتاعك. لو انت لا قدر الله كان عندك حاجه او في حاجه، انا كشركه تأمين مش ملزم اللي انا عليه اللي بتاع زمان، ده انا بتكلم فيما بعد.
يبقى تالت حاجة عندي ان الخطر ما يكونش متعمد. يعني ايه ما يكونش متعمد؟ يعني انت النهارده لو انا رحت اشتركت مع شركة تأمين وخلاص دفعت الفلوس واوريدي انا عضو فيها، حلو، عدى شهر 2 3 قلت والله انا عاوز اخد فلوس من التأمين، اقوم انا مولع في البيت بتاعي واروح لشركة التأمين اقول لهم الحقوني يا لهوي ده انا البيت بتاعي ولع عاوز فلوس. هتيجي سبب تتأكد من نتيجة الحدث الوقوع هتلاقيك انت بالفعل اللي اتعمدت الامر، فاذا مش هتديك تعويض. امال هي بتدي تعويض على ايه؟ على حدث لا ارادي، يعني انت مش قصدك تعمل كده. هو انت لو انت جيت النهارده لا قدر الله حصل حاجه ماس او حاجه او انت خسرت في حاجه، لو هي ما كانش متوقعه منك او ما كانش خارج ارادتك، دي شركه تامين تقول لك خلاص انا هديك. يبقى عندي كام حاجه؟ عندي 3 حاجات. ايه هما؟ ان احتمال الوقوع الحادث، احتمال الخطر مستقبلي الوقوع، احتمال الخطر غير متوقع. يبقى لما يجي لي سؤال في الامتحان يا صديقي ويقول لي كده ويقول لي محتمليه الوقوع دي تقع تحت انهي مبدا من المبادئ، اقول له مبدا الخساره العرضيه. طب مستقبليه الوقوع اقول له برضو الخساره العرضيه. طب اللا اراديه اقول له اختار برضو كلمه الخساره العرضيه. يبقى المبادئ الفنيه قلنا كم مبدا؟ 5. خدنا اول واحد منهم نقولهم في كلمتين وهما مبدا الخساره العرضيه تعني كم حاجه؟ 3. ايه هما؟ محتمله الوقوع، يعني اذا حاجه هتحصل لسه احتمال يعني مستقبل، مستقبليه الوقوع وان انت ما تكونش عامل الحاجه دي قصد. وعرفنا كل حاجه لوحديها. طب تعالى نخش على المبدا الثاني وهو مبدا الخساره الماليه. من كلمته كده خسارة مالية، خسارة مالية. هي الخسارة المالية دي مش أنا أقدر أقيسها؟ لو أنت النهاردة لا قدر الله العربية بتاعتك عملت حادثة وليكن، أو أنت مشغلها في أوبر ومأمن عليها، جيت صحيت من النوم الصبح لقيت إن العربية لا قدر الله عملت حادثة، يعني بعد الشر يعني، بتيجي تقول لك والله قيمة الخسارة المالية بتاعتك 1,000,000 جنيه، اتفضل ال1,000,000 جنيه. طب انت راجل زعلان حصل لك لا قدر الله من الزعل حصل لك مرض، هي لا علاقه؟ قال لي لا، ده بتقيس الخساره الماليه اللي هي بتاعت الحدوث، ما بتقيس الخساره المعنويه. انا ماليش علاقه انت تزعل او تفرح، ده حاجه بتاعتك انت، انا بدير الحاجه بتاعتي اللي هي الخساره الماليه. انت خسرت كام؟ خسرت كذا، اتفضل كذا. يبقى لما اجي اتكلم عن مبدا الخساره الماليه، بص اهي يمكن قياسها وتقدير قيمتها بدقة. ويخرج ثم يخرج عن الخسارة مين؟ المعنوية. يعني أنا ما بقدرش أقيس الجزء المعنوي، والله أنت زعلان بنسبة 100% 50%، شركة التأمين تيجي تقيسهولك؟ لا. يبقى أنا بتكلم عن مبدأ الخسارة المالية، هي مبدأ يمكن قياسه وتقدير إيه؟ قيمته. يجي لي في الامتحان كده سؤال يقول لي يهتم التأمين بمجال الخسارة نقط يمكن قياسها وتقديرها، أختار عرضية ولا مالية؟ أقول له لو أنا هقدر أقيسها وأقدرها يبقى خسارة مالية. طب هل الجزء المعنوي بيدخل في الخسارة المالية؟ قول لي لا، ما بيخشش الا في الحالات النادره، زي لو انت لا قدر الله مؤمن عن الوفاه والحياه، وده هندرسها فيما بعد واعرفك يعني ايه، دي بتقدر انت تديرها شركه التامين. يبقى كده خدت كام مبدا؟ 2 وهما مبدا الخساره العرضيه. يلا مين اللي يقول لي مبدا الخساره العرضيه كان كام حاجه؟ 3. ايه هما؟ احتماليه الوقوع، يعني اذا هتقع في المستقبل، او خطر لا ارادي غير متعمد. تاني واحدة مبدأ الخسارة المالية. يعني ايه مبدأ خسارة مالية؟ يعني انا هقدر اقيس الخطر واقدره وادي لك فلوسه. طب تالت واحدة مبدأ امكان حسابة الاحتمالات المتوقعة. بقدر أأمن من حيث الموقع أو من حيث المكان والحياة. يعني بقول لك إيه من اسمه كده، بص مبدأ إمكان حساب الاحتمالات المتوقعة. يعني أنا بقدر أقيس الاحتمال المتوقع. لو أنت في شركة التأمين رحت مثلا قلت لهم انا عاوز امن على العربيه دي، يسالك سؤال يقول لك العربيه دي شغاله ايه؟ بتاعتك خاصه ولا شغاله؟ لو خاصه هقلل لك القسط شويه لان المخاطره مش هتبقى كبيره لو هي شغاله. لو هي شغاله اذا ممكن طريق سفر رايح جاي فممكن تتعرض لخطر، فانا بقدر اقيس قيمه الخطر ده عن حاجه اسمها احتمالات المتوقعه. او قال لي ايه؟ يقصد المبدا بانه يمكن التامل محل التامين قياسه واحتمال تحقيقه عن حاجتين، في تأمينات حياة وفي تأمينات عامة. ايه؟ تأمينات حياة وتأمينات عامة.
يعني ايه تأمينات حياة؟ لسه قايلها لك من شوية. لو انت مأمن عن حياتك لا قدر الله امتى تموت امتى تعيش، ده حاجة في علم الغيب. في تأمينات عن الحياة زي جدول الحياة والوفاة، ودي قلت لك دي موضوع عملي كامل هنشرحه الحصة الجاية في المحاضرة الجاية. اهو تأمينات الحياة بتعمل جدول اسمه حياة ووفاة، بيستخدم في احتمالات الحياة والوفاة خلال سنوات العمر. دايما الاحتمالات غير مؤكده، انا بقول لك احتمال يعني حاجه غير مؤكده. عشان في واحد دلوقتي ذكي في الفيديو يقول لي يا عم انا هموت امتى، ده على العلم علم الله. فعلا ده الموت والعيشه دي حاجه بتاعت ربنا، بس جدول الحياه والوفاه قايم على حاجه اسمها احتمالات، يعني عدم مؤكد. يعني ما بقولكش انت هتموت كذا، بقول لك احتمالي، يعني كلمه احتمال تدل على حاجه تحصل او حاجه ما تحصلش. طب التانية التأمينات العامة قلت لك دي بتتحقق عن تحقيق الحوادث في واقع الخبرة الفعلية لمين؟ للخسائر. ودي بنستخدم فيها، خدناها قبل كده في الفصل الثاني، مبدأ اسمه قانون الأعداد الكبيرة. ايه هو قانون الأعداد الكبيرة؟ اهو قال لي كلما زادت عدد الوحدات المعرضة للخطر كلما اقتربنا من الاحتمال الفعلي. يعني انت النهارده لو انا مصنع دواء عملت دواء ما ينفعش اطلعه للناس يشربوه كده على طول، لا، ده بعمل حاجه اسمها احتمال تجريب، يعني بجرب عينات عليه. كل ما بجرب كتير كل ما بكتشف اخطاء. عامله زي مثلا النهارده لو انت مش مذاكر دخلت الامتحان تعرف تحل؟ لا مش هتعرف. طب لو انت ذاكرت وحليت كتير، حليت اسئله الدكتور، اسئله المحاضره، اسئله السكشن، اسئله، وصلت للناتج اللي انت عاوزه وتجيب بيه امتياز. يبقى قانون الاعداد الكبيره بينص على ايه؟ كلما اقتربنا، كلما زادت عدد الوحدات الخاضعه للفحص او المعرضه للخطر كلما اقتربنا من الناتج المتوقع. يبقى تالت مبدأ عندي في مشكلة فيه، مبدأ إمكان حساب الاحتمالات المتوقعة. خدت كم مبدأ لغاية دلوقتي في المبادئ الفنية؟ 3. إيه هما؟ 1. المبدأ العرضي كان بيتكلم عن 3 حاجات، اللي هو الاحتمال المتوقع والاحتمال في المستقبل واللي أنا ما أعملش حاجة غير إرادية. تاني مبدأ خدته مبدأ الخسارة المالية. يعني إيه خسارة مالية؟ دي يمكن تقديرها وقياسها. بقدر أقيس معنوي؟ قول لي لا ما بقدرش. طب تالت واحدة هي إمكان حساب الاحتمالات المتوقعة، وقايمة على حاجتين، مبدأ اسمه مبدأ التأمينات الحياة وده خاص بجدول الحياة والوفاة، ومبدأ التأمينات العامة ده حاجة خاصة بقانون الأعداد الكبيرة، اللي هو كلما زادت عدد الوحدات الخاضعة للفحص أو المعرضة كلما اقتربنا من الناتج الفعلي. طب رابع مبدأ معايا وهو مبدأ اسمه انتشار الخطر. يعني ايه انتشار الخطر؟ قال لي بص يقصد انتشار وحدات الخطر جغرافيا وزمنيا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا النهارده جاي لي واحد بيقول لي انا عندي 5 مصانع في منطقة العاشر من رمضان مثلا. ال5 مصانع جنب بعضيهم، مصنع التاني التالت الرابع الخامس، حلو. ينفع ان انا امن عليهم ال5 مع بعض؟ هيقول لي لا. شركه التامين تقول لي لا. ليه يا عم الحاج انا جايلك ب5؟ قال لي والله لو حاجه قامت في مصنع واحد ال5 جنب بعضيهم، يعني انا لو عندي مصنع واحد لا قدر الله ولع، المصنع التاني هيولع، التالت هيولع، الرابع هيولع، الخامس هيولع. ليه؟ ما هو جنب بعض. فاذا شركه التامين تخسر كتير، يعني بدل ما تديك على مصنع واحد ده هتديك على 5. فاذا تقول لك لا. الانتشار الجغرافي يعني هات لي مصنع في العاشر، مصنع في اسكندريه، مصنع في الوادي، مصنع هنا، مصنع هنا، حتى بحيث لو قام خطر واحد فيهم ما ياثرش على الباقي. اكيد اللي في اسكندريه لو قدر الله لو حصل له حاجه مش اللي في العاشر هيحصل له في نفس الوقت، مش هقدر. ده حاجه غير منطقيه. يبقى انا لما بتكلم عن انتشار الخطر اهو بص، بيقصد بها عدم قبول اي وحدات خطر مركز جغرافيا، يعني عدم تمركز الوحدات المعرضه للخطر في مكان واحد. بص ما اقدرش ان انا اخد الخطر بتاعي كلهم في مكان واحد. ليه؟ لان ده هيأثر على ايه؟ وحدات الخطر مع بعضهم. يبقى رابع حاجه اسمها ايه؟ مبدأ انتشار الخطر. مبدأ انتشار ايه؟ الخطر. يبقى خدت كم مبدأ؟ 4. طب اخر واحد معايا في المبادئ الفنيه وهو مبدأ امكان اثبات وقوع الحادث من حيث الزمان والمكان. يعني النهارده لو انت جيت قلت لشركه التامين انا والله العربيه النهارده اتصابت، النهارده كام في الشهر؟ النهارده 5، هل هي هتصدقك؟ هتقول لك لا انا راح اتاكد بنفسي.
طب انت قلت لها، قالت لك انت عملت حادثه فين؟ قلت لها انا عملت حادثه في اسكندريه. تقول لك لا انا راح اتاكد بنفسي. يبقى لما بتيجي شركه التامين لازم أن يتوفر 3 حاجات عشان تديك التعويض، وهما قال لي واحد لازم الزمن. الزمن اللي انت قايله هيتغطى ولا لا؟ اهو يوم مده التغطيه يجب تحديدها بدقه. طب المكان، فإن شركة التأمين تتأكد من عنوان وحدة الخطر لإمكان وقوع الحادث. يعني مش هتيجي تقول لها والله أنا بيتي ولع في كذا تقول لك الله حلو خد الفلوس يلا، لا ده هتروح تتأكد بنفسها في الزمان والمكان بتاعها. في مشكلة يا أصدقائي في الله؟ مفيش أي مشكلة. بص بقى في نهاية الفصل كاتب لك إيه؟ بقول لك يمكن القول بأنه لا يمكن الاعتماد على المبادئ الأساسية الفنية كلها مرة واحدة عند التعاقد. يعني مش شرط اللي أنا أعتمد على ال5 مبادئ قوي، ممكن بند يسقط مني أو حاجة كأنا كشركة تأمين أو أنا مؤمن ليه. يبقى الفصل التاسع بيتكلم عن كام حاجة، نلخصه مع بعضينا. كام حاجة؟ اتكلم عن 5 مبادئ صح؟ ايه هما؟ مبدأ الخسارة العرضية، ودي اتكلمنا عن 3 حاجات فيها: احتمالية الوقوع، مستقبلية الوقوع، لا إرادية أن تكون متعمدة. ومبدأ الخسارة المالية اتكلمنا إن أنا أقدر أقيسها ماديا وليس معنويا، أقدر أنا أدي لك خسارة عليها. طب التالتة مبدأ إمكان حساب الاحتمالات المتوقعة، إن دي عن طريق حاجتين: حاجة اسمها تأمينات الحياة وده جدول الحياة ووفاة، ودي قلتها لك من شوية إن هي عدم مؤكدة، دي احتمال يعني حاجة تحصل أو ما تحصلش. ومبدأ التأمينات الحياتية اللي هو التأمينات العامة اللي هي الخبرة في الحياة، دي بتتم عن ايه؟ عن طريق قانون اسمه الاعداد الكبيره، اللي هو ايه بالمعنى البلدي؟ احنا خدنا خبره خلاص، عرفنا كل ما نجرب كتير. لو احنا قعدنا 10 سنين في السوق تعرضنا لبعض الوحدات، فاذا خلاص عندنا القدره اللي احنا نحدد القسط بتاعك. ده من ضمن تطبيقه على قانون الاعداد الكبيره. قال لك كلما زادت عدد الوحدات المعرضه للخطر كلما اقتربنا للناتج الفعلي. طب رابع مبدأ معايا هو مبدأ انتشار الخطر، ودي اتكلمنا قلت لك ما ينفعش ان انا كل الخطر بتاعي يكون مركز واحد، لان اذا كده التكلفة بتاعتها تكون عالية، فشركة التأمين بترفض التأمين عليهم. 5 مبدأ إمكان إثبات وقوع الحادث، دي بتتأكد شركة التأمين هل الحادث فعلا وقع في الزمن ده والمكان ده عشان تقدر تديك الخسارة بتاعتك أو التعويضات. طب تيجي نحل شوية أسئلة على الفصل التاسع، تعالى نحل. أول سؤال بيقول لي إيه؟ بيقول لي المبادئ الفنية للتأمين بترتبط بكام حاجة؟ هل هي بترتبط بإعادة التأمين ولا قانون الأعداد الكبيرة ولا صناعة التأمين؟ أقول له صناعة التأمين. طب المبادئ القانونية لعقد التأمين، المبدأ القانوني بيرتبط بإيه؟ هل هو بيرتبط بصناعة التأمين ولا إعادة التأمين ولا قانون الأعداد الكبيرة؟ قول لي لأ، ده بيعتمد على حاجة اسمها الإجراءات الخاصة بعقد التأمين. حتى يا أخي من اسمها بص بيقول لك مبادئ قانونية، بالعقل كده يختار إيه؟ إجراءات خاصة، حاجة خاصة بعقد التأمين. طب سؤال رقم 3 يعتبر من المبادئ الفنية والأساسية في التأمين، قلنا إيه هي؟ أنا جبت مبدأ التعويض ولا مبدأ سبب القريب ولا مبدأ منتهى حسن النية؟ إحنا بنعتمد على حسن النية؟ لا، ده مبدأ الخسارة المالية. يبقى المبادئ الفنية والأساسية في التأمين مبدأ خسارة المالية. طب سؤال رقم 4 عقود التأمين محددة القيمة مسبقا. بص السؤال ده حلو. عقود التأمين محددة القيمة مسبقا، يعني انت بتدفع مقدم. عارف انت لما يجي واحد يقول لك انا هطلع على المعاش امتى، او واحد مأمن على نفسه في الحياة والوفاة، فيعتمد على حاجة ان انت تدفع قبل يعني تدفع مقدم كل شهر كذا، ودي بتعتمد على الجانب المعنوي وليس المادي. والسؤال ده مهم يا اصدقائي في الله. يبقى لما يجي في سؤال في الامتحان يقول لي كده تستخدم للتأمين مسبقا. امتى باخد تأمين مسبقا؟ هل المالي ولا المعنوي؟ قول لي مش المالي، امال ايه؟ ده الطباق المعنوي، حاجة خاصة بيا أنا. طب السؤال اللي بعده عقود التأمين تستخدم. عقد التأمين دي بيستخدم على إيه؟ دي الأصول المادية. أكيد أنا قلت لك بيخرج عن حاجة اسمها بند الأصول المعنوية، بيستخدم في الأصول المادية الملموسة. في مجال تأمين الأشخاص عقود حياة والوفاة، لسه قايل لك اهي الحاجة المعنوية دايما بنصدرها محدودة مسبقا.
تيجي شركه التامين تقول لك انت هتدفع كذا لمده كذا، فهي بتحدد لك حاجه معينه تدفعها لان هي حاجه معنويه وليست ماديه. انما الماديه بعد ما تحصل الواقعه بتقدر تديك فلوسك. طب 7، أن يكون الخطر مستقبلي الحدوث لا إرادي. بص، لا إرادي ومستقبلي تحت أنهي بند من مبادئ الفنية اللي احنا قلناها الخمسة؟ ده أول مبدأ اللي هو مبدأ الخسارة العرضية. مبدأ الخسارة مين؟ العرضية. طب سؤال رقم 8، مبدأ يقوم على توافر العدد كبير من غير ما أكمل عدد توافر كبير من الوحدات المتجانسة حتى يتحقق قانون الأعداد الكبيرة. دي قلناها مبدأ إمكان حساب الاحتمالات مين؟ المتوقعة. في مشكلة كده؟ مفيش مشكلة. طب السؤال اللي بعديه، في حالة الأخطار التي لا يتوفر فيها قانون الأعداد الكبيرة، إمتى ما بيتوفرش قانون الأعداد الكبيرة؟ قلنا في شركة التأمين العالي ما بتوفرش إعادة التأمين المخصصة، تأمين اللويدس اللي هي جميع ما سبق، ده هي بتتوفر في مبدأ واحد اسمه مبدأ إمكان حسابة الاحتمالات مين؟ المتوقعة. طب سؤال رقم 10، عدم قبول التأمين على وحدات الخطر مركزي جغرافيا. قلت لك لو انا مش هقدر ان انا اخد ال5 مصانع جنب بعض عشان هيضرني، دي حاجة اسمها بتعتمد على مبدأ انتشار الخطر. مبدأ انتشار الخطر. في مشكلة في الفصل التاسع؟ مفيش اي مشكلة خالص، فصل بسيط ولذيذ وهم عبارة عن 5 مبادئ احفظهم سهلة وبسيطة. لما تيجي كده نخش على الفصل العاشر. الفصل العاشر بيتكلم عن حاجة اسمها المبادئ القانونية. احنا خدنا المبادئ الفنية، تعال نخش على المبادئ القانونية للتأمين. من اسمها كده مبدأ قانوني. مبدأ قانوني بيعتمد على ايه؟ اجراءات وعقد والحاجات اللي الحاجات الرسمية. يبقى لما اجي استخدم الحاجات دي تستخدم من حيث اجراء عقد التأمين. بحدد لك العلاقة ما بين الطرفين، نكتب كل حاجة في العقد بحيث انت ما تزعلش ولا انا ازعل منك، كل واحد يبقى عارف ايه اللي عليه وايه اللي ليه. طب هي بتقوم عن كم مبدأ؟ بتقوم عن حاجتين، هل هي مبادئ قانونية خاصة وفي مبادئ قانونية عامة. يبقى بتقوم على كم مبدأ؟ 2 وهما خاصة وعامة. الخاصة في 3 حاجات فيها، زي مبدأ التعويض، مبدأ المشاركة، مبدأ الحلول في الحقوق. طب يبقى المبادئ الخاصة كم حاجة بتيجي في الامتحان؟ كم حاجة؟ 3. ايه هما؟ مبدأ التعويض، مبدأ المشاركة، مبدأ الحلول فين؟ في الحقوق. في الحقوق. طب الحقوق العامة بقى بتقوم على ايه؟ حاجة عامة زي مبدأ حسن النية، مبدأ السبب القريب، مبدأ المصلحة التأمينية. كل واحدة من دولك هندرسها دلوقتي مع بعضينا ونعرف هي بتتكلم عن ايه وليها ايه. طب تعالى نخش على أول واحدة. أول واحدة يا صديقي بتتكلم عن حاجة المبادئ الخاصة، واحنا قلناها 3 حاجات، مبدأ التعويض، مبدأ المشاركة، والمبدأ الثالث اللي هو مبدأ الحلول فين؟ في الحقوق. تعالى بقى نتكلم عن كل واحد فيهم. اقرا كده بيقول لك ايه مبدأ التعويض. يعني ايه كلمة تعويض؟ بالبلدي كده يعني ايه تعويض؟ هتديني فعلا تعويض؟ لو انت حصل لك حاجه انت يا مؤمن انا هديك انا كشركه تامين تعويض. يبقى لما اجي اقول التعويض قلت ده يجب على ايه؟ بص اهي تحقيق الخطر. لما انت يجي عليك الخطر انا كشركه تامين هبدا اللي انا اديهولك. وده بينطبق قلنا على حاجتين اللي هم التامينات الممتلكات المدنيه فقط وليست التامينات العامه. يبقى انا بتكلم على ايه؟ مبدا التعويض. ايه هو مبدا التعويض؟ ده عند تحقق الخطر لازم ان انا كوثيقه التامين اغطي لك الخطر بتاعك. طب بيتم تامينه على ايه؟ بيتم تامينه على الممتلكات والمسؤوليه المدنيه فقط. طب وعندي حاجه متى يتم سداد التعويض؟ بص لو انت عندك على الممتلكات والمسؤوليه المدنيه، الممتلكات لما تقع الحادثه حلو. طب المسؤوليه المدنيه قال لي التعويض ايه؟ بوقوع ضرر مادي في ممتلكات او اصابتهم باصابات بدنيه. يعني انت النهارده لو انا عندي ممتلكات، يعني عندي مثلا سياره، السياره دي انا مش هقدر اديك تعويض الا لما يحصل فعلا الحادثه. انا هديك تعويض لو انت راجل 100. طب اللي هي الحاجه الثانيه اللي هي المسؤوليه المدنيه، قال لي المسؤوليه المدنيه اللي هي زي الشركات، الحاجات بتاعتك الخاصه بيك انت، لو انت لا قدر الله في عمال عندك انت مأمن ليهم حصل لهم حاجه فبنقدر ان احنا نغطيها، او لو الشركه حصل لها حاجه فاحنا بنقدر نغطيها.
في مشكله كده؟ يبقى مبدأ التعويض اتكلمت فيه عن كام حاجه؟ عن حاجتين. ايه هما؟ يعني ايه تعويض؟ صح؟ التعويض قلنا ايه هو؟ ان هو عند تحقق الخطر المغطى في وثيقه التامين بقدر اديك تعويض. بيتم تطبيقه عن كام حاجه؟ عن حاجتين: تامينات الممتلكات والمسؤوليه المدنيه فقط. طب يلا، متى يتم سداد التعويض؟ قال لي لو انت في الممتلكات، يعني حاجه خاصه بيك انت، لما يقع الحادثه بتاعتك. طب لو انت في المسؤوليه العامه اللي هي المسؤوليه المدنيه، بنتكلم بيقول لك لو انت لا قدر الله وقع لك حاجه ضرر مادي او ضرر بدني للناس اللي شغاله معاك، فاذا احنا نقدر ندي لك خطر للتامين. هقول لك الاسئله بتيجي ازاي برضه. طب مبدأ المشاركة، بص من كلمتها كده يعني ايه؟ قال لي مشاركة. في شركات يعني بتقعد مع بعضيهم شرك، يعني فاهم؟ لو خطر كبير، يعني مثلا خطر حصل مثلا ب 100 مليون، انا كشركة تأمين لوحدي مش هقدر اغطي الخطر ده، فبشترك مع كذا شركة تأمين بحيث لو لا قدر الله حصل الخطر ده، فبنعمل حاجة اسمها توزيع المخاطرة عليا. اهو عند وجود، بص، عدد تأمينات شركات التأمين تغطي نفس الخطر، يعني احنا كلنا بنغطي نفس الحاجة واحدة بس، اللي بيحصل بيتم توزيع الخسارة على جميع المؤمنين شركات التأمين. فيتحمل كل منهم جزء. يعني قلت لك مثلا شركة بتدفع كل سنة مثلا تأمين 2 مليون جنيه والخطر بتاعها 100 مليون. انا كشركه تامين باخد كل سنه 2 مليون جنيه، بس انا مش هقدر اتحمل الخطر لو حصل، فبجيب شركه صاحبتي او 2 او 3 او 4 على حسب، بقول لها انت هتتقسم معايا في كل سنه بيخش لي كذا، انت نصيبك كذا، بس ساعه ما يحصل الخساره انا مش هشيل لوحدي، انت كنت بتاخدي معايا على المكسب، يبقى لازم تشيل على الخساره. ودي كده اسمه مبدا ايه؟ مبدا المشاركه. مبدا ايه؟ المشاركه. في مشكله كده؟ اهو بص، لما يحصل ان احنا بنوزع الاقسام مع بعضينا وبنطالب حقوق بالتعويض بدلا من يرجع لمؤمن واحد للاستفاده في حق مين؟ التعويض. يبقى اتكلمنا عن كام حاجه لغايه دلوقتي؟ 2: مبدا التعويض ومبدا المشاركه. التعويض قلنا عند تحدث الحاجه الخطر بقدر ان انا اعوضك، بيتم امتى؟ في حاجتين: في المسؤولية المدنية والممتلكات. الممتلكات لما يحصل الخطر، المسؤولية المدنية وانت شغال لا قدر الله حاجة حصلت لك انا بقدر اغطيك، دي اسمه التعويض. المشاركة قلنا لو احنا خطر كبير ما بقدرش اشاركه لوحدي، فبجيب شركات صاحبتي بحيث انت تاخدي معايا في الربح او الايرادات اللي داخلالي من هذا الخطر، وانا ساعة حدوث الخطر بقدر ان انا ما اغطيش لوحدي، نغطي كلنا، نتحمل جزء من الخسارة. بص، حتى بص مبدأ المشاركة عشان احنا نتشارك لازم يكون فيه شروط. ايه هي؟ ان يكون جميع الوثائق سارية. ان تغطي جميع الوثائق نفس الاخطار، جميع الوثائق لمصلحة شخص معين، ان جميع الوثائق لنفس الاشياء المؤمنة عليه. يعني بيقول لك بالبلدي كده الحاجة اللي حصلت كلها تبقى على نفس الخطر اللي هو الواحد. يعني اكيد انا مش هجيب حاجة من بره واجي اقول لك شركة تانية تحملي معايا، تقول لك لا انا ما خدتش فلوس من ده، انا واخده فلوس من ده. يبقى بتحقق فعلا هل هو الوثيقة بتاعته حققت الحادث، وان هو نفس الخطر اللي انا كنت باخد منه الارباح، وان العقد مكتوب فيه كذا، وان الاشخاص اللي هي المؤمن عليه كذا كذا كذا، يبقى انا مكتوب فيها. طب ما تالت مبدأ الحلول في مين؟ في الحقوق. ده بيوجب يعتبر ان هو بيحل محل المؤمن له. بص قال لي ايه؟ ان هو يعطي للمؤمن شركة التأمين الحق في ان يحل محل المؤمن له في حالة المطالبة الغير متسبب بقيمة الخسارة وسداد مبلغ التعويض. يعني لو انا النهارده مش يعني حصل لي حاجه ومش عارف اجيب مثلا المبدا او الخساره بتاعتي، بفوض شركه التامين بدها الحق ان هي تحل لي المشكله بتاعتي بحيث تجيب لي الخساره اللي انا تعرضت ليها. اهو قال لي ايه؟ قال لي اهو يعطي المؤمن اللي هو شركه التامين يحل محل المؤمن ايه له. في مشكله كده يا اصدقائي في الله؟ مفيش اي مشكله. ده الفصل العاشر صغير قوي، وال11 صغير هنشرحه دلوقتي ونحل الاثنين الاسئله على بعضيها مع بعض. طب الفصل ال11 بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن حاجه اسمها المبادئ القانونيه العامه. يعني ايه عامه؟ من كلمتها كده، هي عامه محدوده على شخص معين ولا ممتلكات عامه؟ صح، ممتلكات عامه. واحد، مبدأ مصلحة التأمينات. يعني ايه؟ ان هو يكون ليه مصلحة او فايدة مادية تعود له ايه؟ في موضوع التأمين. اكيد انا مش هشتغل كشركة تأمين بغير ما انا استفاد من مصلحة. يشترط عند هو بص،
تكون له ايه؟ مصلحة مادية في الشيء مع شركة التأمين، ولازم يتوفر فيها شوية حاجات. ايه هما؟ قلنا لك لازم أن تكون العقود التأمين ضد الحريق، وبأمن ضد غير التعويضات الغير شخصية زي عقود التأمين على البضائع. طب العقود التالية المحددة مسبقة زي عقود التأمينات الحياة. يبقى أنا كشركة تأمين مصلحة تأمينات عامة ما بأمنش على 3 حاجات. ايه هما؟ 1، قلنا عقود التأمين ضد الحريق. ما بأمنش انا ضد الحريق والحوادث الشخصية، ده حاجة ترجع لك انت للفصل اللي فات اللي احنا خدناه، اللي هو بتاع مبدأ التعويض ومبدأ المشاركة ومبدأ الحلول فين؟ في الحقوق. دي بتاع اللي فات. طب العامة ما بتأمنش دي، ولا بتأمن حاجة غير شخصية. ما بتأمنش غير الغير شخصي. يعني لو مثلا بضاعة بتاعتك مش هأمنها، ده حاجة لك انت. طب الحاجة التالتة ان هو الحاجة تحديد المسبقة اللي انا ما باخدش منك فلوس مسبقة، ودي قلنا خاصة بالحياة وبالوفاة. بيقوم على مبدأ قلنا حسن مين؟ النية. ايه هي حسن النية؟ اهو من كلمتها. يعني ايه حسن نية؟ يجب على كل طرف من طرفي التعاقد يدل بكل الاخبار والحقائق الجوهرية. يعني انت ما بتخبيش عن حاجة لشركة تأمين، وشركة التأمين ما بتخبيش عليك حاجة. طب دي بيقوم على كام حاجة؟ بيقوم على حاجتين. ايه هما؟ بالنسبة لعقود محددة مسبقة، وبالنسبة لعقود التعويض. التعويض لو انت حصل لك حاجة جوهرية يعني تستلزم التعويض فعلا، وشركة التأمين اتأكدت من كده، فهي بتقوم بتديك تعويض على طول على درجة الخسارة. لازم أن تكون حاجة جوهرية. طب الحاجة المحددة المسبوقة لازم أن تعمل لك كشف طبي لمعرفة الحالة الصحية. انت النهارده رايح تأمن على حياة ووفاة. ينفع النهارده راجل عنده 100 سنة او 50 سنة يروح يأمن على حياة ووفاة؟ هتاخد منه قسط صغير؟ تقول لك لا، انا هاخد منك قسط كبير جدا. وساعات بترفض. ليه؟ انت خلاص يعني الحالة السنية من بعد سن كذا فبيظهر الامراض، فانا مش هقدر اتحمل لك. يبقى لازم أن تعمل عليها حاجه اسمها اجراء كشف طبي، تتاكد ان انا ما عنديش امراض، سليم 100%، ان انا خالي من اي امراض. طب قال لي في اخلال في مبدأ حسن النية. ايه هو؟ ان هما الاثنين ما بيلتزموش. يبقى يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي عدم الالتزام بين المؤمن وشركة المؤمن له، دي تدل على اي حاجة؟ تدل على مبدأ حسن النية. الناس ما بتقولش الحقائق الجوهرية. طب عندي مبدأ تاني اللي هو ايه؟ الاخلال في مبدأ الايه؟ حسن النية من جانب المؤمن له. دي بيكون فيه اخلال ايجابي واخلال سلبي. قلنا الاخلال السلبي عشان ناخده قلنا حاجتين: اخفاء بيانات جوهريه زي ما بيقولش البيانات متعلقه بالنشاط المشروع، بحالته الماديه، بالحاجات دي كلها، ان هو ما بيقولش ان هو عنده امراض ولا الحاجات دي كلها. دي حاجات سلبيه. انما الايجابيه اللي هي بيقول كل حاجه بقى زي او اذا كانت الادلاء بالبيانات الكاذبه بسوء النيه فانه بيكون باطل. يعني شركة التأمين بتقول لك لو انت ما قلتليش كل حاجة بتحصل لك صح، انت اعتبر العقد بتاعك باطل والفلوس اللي انت دفعتها راحت عليك. اما لو انت كنت بتقول بيانات كاذبة فيكون هناك عقد تأمين قابل لمين؟ للبطلان. طب تالت حاجة عندي مبدأ السبب القريب، ودي حاجة سهلة جدا، ان انا بلتزم في حالة الحادثة بقدر اعوضك عن الخسارة المباشرة الناشئة بتاعتك. يعني مثلا لو انت النهارده اتعاقدت مثلا كذا، جالك بعد شهر شهرين عملت حادثة لا قدر الله او عملت حاجة، فشركة التأمين تقول لك انا بلتزم بالكلام معايا، ودي حاجة اسمها مبدأ السبب القريب. طب ما تيجي بقى بدل الدش ده كله نشوف السؤال بيجي ازاي في الامتحان وازاي نحل عليه. تعالى الأسئلة اللي حطيتها لك دي يا صديقي غاية الأهمية. أول سؤال بيقول لي من أحد المبادئ القانونية. بص ركز، القانونية كان 3 حاجات هما الخاصة. بص القانونية الخاصة لازما الخاصة كان 3 حاجات هما مبدأ التعويض، مبدأ التعويض، مبدأ المشاركة، مبدأ الحلول في مين؟ في الحقوق. أهو مبدأ مين؟ الحلول في الحقوق. طب سؤال 2، من أحد المبادئ القانونية العامة قالت كم حاجة؟ هل قالت لي الحلول في الحقوق؟ لا ده خاصة. تعويض خاصة، المشاركة خاصة. أمال إيه اللي موجود؟ مصلحة التأمينات العامة اللي أنا ما بأمنش على الخطر البضاعة ولا الحاجات دي كلها. سؤال رقم 3 بيقول لي
وضع المؤمن له في نفس المركز المالي الذي كان عليه قبل تحقيق الخسارة. دي بنسميه ايه؟ مبدأ التعويض. مبدأ ايه؟ التعويض. طب يلا سؤال رقم 4. يتعين على المؤمن له مطالبة كل بنصيبه في التعويض فقط دون الرجوع للمؤمن. دي كلها مبدأ ايه؟ دي كلها من شروط المشاركة. من شروط مين؟ المشاركة، مش المبدأ، الشروط. قلت لك بقى بروح للمؤمن له مطالبة بنصيبي، احنا شركات مع بعضينا، بقول له ده الراجل ده خسر، هات تعويض بس. طب طبقا لمبدأ الحلول فإن المؤمن يستطيع الرجوع للغير متسبب في الحادث دي عن حاجة اسمها ايه؟ بعد سداد التعويض المؤمن له. يعني كشركة التأمين بتقول لك انت لو انت خدت من عملت حادثة النهارده لا قدر الله، مش شرط ترجع للتأمين تقول له هات الخسارة، انت ممكن تاخدها من صاحبه وهو واقف بتاع العربية اللي خبطك وخلاص، ما بترجعش لشركة التأمين، ودي بنسميها الحلول في الحقوق. دي بعد سداد المبلغ ليه. يشترط توفر المصلحة التأمينية في الممتلكات الطابع المعنوي. الطابع المعنوي يعني تحقيق الحادث المؤمن له مطالبة مين؟ بالتعويضات. طب السؤال اللي بعده، أن يكون السبب الذي أدى لحدوث الحادثة وبالتالي خسارة مالية سبب مؤمن وليس مستبعد أو مستنشئ. دي قلنا قاعدة السبب القريب، اللي هو الراجل عمل حادثة قريب يعني، أو الراجل حاجة حصلت له قريب. طب قاعدة منتهى حسن النية هي أحد القواعد القانونية. بتمر بكم حاجة؟ عند التعاقد، ولا أثناء تعاقد سعرين، ولا عند تحقيق المؤمن له، ولا جميع مراحل عقد التأمين؟ والسؤال ده يا صديقي مهم، بيجي في الامتحان يجي كده يقول لك قاعدة منتهى حسن النية هي أحد القواعد القانونية تطبق في كم حاجة؟ في كل مراحل التأمين. طب يحق للمؤمن له مطالبة كل من بنصيبه. بص كلمة نصيب في تعويض فقط، يبقى من غير ما افكر مبدأ مين؟ المشاركة. بكده نكون خلصنا الفصل التاسع، خلصنا الفصل العاشر، خلصنا الفصل ال11. فصول صغيرة يا صديقي تقدر انت تعيد الفيديو مرة واثنين وتحل الأسئلة وتقعد مع بعضك تقراها، هتلاقي الدنيا سهلة وبسيطة. طب تعالى نخش في آخر فصل معايا وهو الفصل ال12، بيتكلم عن النواحي الفنية. ايه النواحي الفنية؟ يعني ايه كلمة فنية؟ قال لي ايه؟ بص اهو، يكون مطالبة فوق قدراتها. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي الخطر اللي بيواجه شركات التأمين بيكون مطالب بالتزامات تفوق قدراتها المالية. يعني لو انا النهارده كشركة تأمين ببساطة خدت منك فلوس، باخد منك اقساط كل سنه او كل شهر على حسب الحاجه، فانا الاقساط دي ما بحطهاش في جيبي واقعد ساكت، لا، بيقول لك شركات التامين في المبادئ الفنيه بتقدر تشغل فلوسها، تقدر تشغل فلوسها في بنوك، تقدر تشغل فلوسها في استثمارات، بحيث لا قدر الله الخطر لو جه تقدر هي تغطيه. انما لو سابت نفسها كده الخطر هيفك قدراتها الماليه. طب بتستثمر في ايه؟ اهو قال لي بص بتستثمر في كام حاجه؟ في الاكتتاف في شركات التامين. يعني بص بتروح درسه وفحص شركات التامين. بص اهي بتقبل. يعني انا النهارده الاكتتاف في الخطر، يعني مش هاجي اخد اي شركه وخلاص، يعني مش اي شركه كده ناشئه جايه تقول لي والنبي لو سمحت خليني اامن اقول لها هاتي، لا، ده بتعمل حاجه اسمها مفهوم الاكتتاف في الخطر، ودي عباره عن دراسه وفحص شركات التامين، بتشوف هي فعلا الشركه دي قويه، الشركه دي معرضه للخساره او حاجه زي كده. اهي قلنا عبارة عن ان انا بحفظ الاخطار باختيار تحليل الاخطار، مراقبة الاخطار. طب الدور الرئيسي لكتب الائتمان ان هو ايه بقى؟ اهو قبول التأمينات او رفضها، او اللي انا بقبل التأمينات مع بعضها، بس بقبلها بايه؟ لا اما سعر عادي او سعر اضافي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا النهارده لو انا كشركه تامين عاوز اقبلك كشركه، لو انت شركه عاديه وموثوق فيها فاقبلك بسعر عادي اللي انا ماشي بيه في السوق. طب لو انت شركه المخاطره بتاعتك عاليه ما باخدلكيش سعر عادي، ده انا بضيف لك حاجه اسمها سعر اضافي. طب هل الاكتتاب ده يا جماعه في الاخطار مهم؟ قال لي مهم، ده الهدف الاساسي. يجي لي سؤال في الامتحان، الهدف الاساسي في التامين ايه هو؟ اهداف الاكتتاب. وايه تاني؟ بيستبعد الاخطار الرديئه. وايه تاني؟ بيصنف لي الجيد للاخطار المقبوله. واخر حاجه بيغطي لي التغطيه الكامله اللي هو بحتفظ بيها داخل الشركه في حدود الطاقه الاستيعابيه، يعني اللي انا هقدر امن عليه يدوبك هاخده على قدي. يبقى لما يجي لي سؤال يقول لي اهداف الاكتتاب، اقول له ده الهدف الرئيسي في الاكتتاب ان هو بيعمل لي كام حاجه؟ حاجتين،
بيخلصني من الاخطار الرديئه اللي هي الوحشه، وبيصنف لي الاخطار الجيده عن المقبوله عن الممتازه، واخيرا بيعمل لي تغطيه للاحتفاظ بيها داخل الشركه. طب تاني حاجة عندي حاجة اسمها التسعير للتأمين. ايه هو التسعير؟ بحدد لك قسط التأمين او حساب التأمين. كلمة تسعير يا جماعة زي واحد دلوقتي بيبيع حاجة في الشارع بيحط تسعيرة. لو انت اشتريت مثلا كذا فيقول لك تسعيرتي كذا. يعني ايه تسعيرة؟ يعني كل حاجة باخد على قد السعر. يعني لو انت النهارده بتيجي في مرحلة التعاقد وهندرسها دلوقتي مع بعضينا، كل حاجة لها سعرها. يعني انت مثلا لو راجل كبير في السن هيبقى تدفع قسط تأمين غالي، لو واحد شاب تدفع قسط تأمين صغير، او شركة قوية تدفع قسط تأمين قليل، شركة ضعيفة تقدر تدفع شركة تأمين قوي. اهو القيود المفروضة خلال هيئة الرقابة مين؟ المالية، ويتم التخطيط على تحليل ايه؟ الخسائر السابقة. يعني انا بقدر اشوف الخسائر السابقة ليك، يعني لو شركة فبشوف برجع لاسم الشركة دي، هل هي قبل كده تعاقدت مع شركات تأمين قبل كده؟ ولا هي شركة قوية ما بيحصلهاش مخاطر؟ هل هي هتخسرني؟ تكسبني؟ طب بعد كده الاستثمار بقى في تأمينات الحياة. ايه هي الاستثمارات في تأمينات الحياة؟ قال لي دي تصدر معظم وثائق تأمينات الحياة لمدة طويلة. بيتم بالقسط المتساوي ولا يتم بالقسط الطبيعي. يعني باخد منك قسط كل سنة كذا، ماليش علاقة اللي انا ماشي بيه، لا انا ليا كل سنة باخد منك قسط ايه؟ معين. طب الاستثمار في تأمينات الممتلكات دي بيتم على التزام قصير الأجل. ركز، دي الاستثمار في تأمينات الحياة بتدل على مدة كبيرة، اللي هي الممتلكات مدة صغيرة. في مشكلة كده؟ مفيش مشكلة. طب عندي القواعد بقى الفنية اللي أنا بقدر أستثمر بقى في شركات التأمين. إيه هي؟ عندي 4 حاجات: مبدأ ضمان الأموال، مبدأ السيولة، مبدأ التنويع، مبدأ الاستقرار. يعني ايه مبدأ ضمان الاموال؟ ان انا الاموال دي بتاعتي بتكون اموال فعلا ان انا اقدر استثمرها، لعدم صيانه غالبيه اموالها تمثل اموال حمايه ايه؟ حمله الوثائق. ما انا مش بتاعتي الفلوس دي، انا كشركه تامين مش بتاعتي، ده فلوس الناس كلها معايا. مبدأ السيولة ان هي بتكون عندها سيولة واستثمار في السوق. طب مبدأ التنوع بتنوع استثمارات الاموال، قلت لك هي بتشغلها شوية في البنوك، شوية بتشغلها في حاجات تاني، هي بتقدر تستثمر وتنوع مصادرها بحيث لو الخسارة جت عليها ما تبقاش خسارة كبيرة جدا وتقدر اللي هي تغطيها. طب مبدأ الاستقرار دي بتتم عن طريق حاجة اسمها عدم التغيير المفاجئ بين قنوات الاستثمار. يعني هي بتقول لك انا مثلا لا قدر الله حاجه حصلت لي دلوقتي او جت كشركه حاجه حصلت، ما ينفعش ان انا ما يبقاش معايا فلوس، لازم يبقى معايا فلوس. فاذا حاجه دي بتديني استقرار في السوق. طب والقواعد القانونيه لشركات الاموال بتمثل كام حاجه؟ قال لي 50% في ودائع نقديه وشهادات ادخار، دي اللي انا لسه قايلها لك. 20% بتدل على شراء اوراق حكوميه، 15 سندات، 10 عقارات، 25% صناديق. يبقى بص، شركات التأمين هي شركات أصلا بالمعنى البلدي، هي شركات عبارة عن هي تكسب. فتكسب منك ازاي؟ تاخد فلوسك ما تحطهاش في جيبك، لا تقول لك هات فلوسك دي تحطها في جيبك وتقعد كده تتفرج عليها، لا ده بتستثمرها. قال لي بتستثمرها ايه؟ قلت لك 50% في ودائع وشهادات ادخار. انا النهارده كل شهر بيجي لي مليون جنيه فهحطه في البنك، بنك يجيب لي فايده 27% 30% على حسب المتغير. اذا جالي ايرادات، جالي النهارده تليفون بعد ما جالي الايرادات لو سمحت في حاجه حصلت بثمنها كام؟ 100,000، اذا جالي من الربح بتاع البنك احطه. يبقى دايما شركات الاستثمار بتنوع مصادرها. قلنا 50% ودائع، 10% عقارات تشتري عقارات وتأجرها، 20% اوراق حكوميه، 50% صناديق استثمار. لما تيجي نحل على اسئله البابل شيت في الفصل الثاني، يلا بص، عبارة عن دراسة وفحص أخطار الشركات التأمين من أجل قبولها أو رفضها. قلت لك اللي بيدرس أو بيرفض إن هو حاجة اسمها قسم خاص بمين؟ قسم الاكتتاب. طب السؤال الثاني، هي الخطوة الأولى من الاكتتاب هي خطوة مين؟ فحص. بفحص وبحلل وبراقب وأخيرا بختار الاختيار. طب هي الخطوة الثالثة، بص أهو الثالثة إيه هي؟ تحليل الأخطار. طب من اهداف عمليه التصنيف الجيد، مين اللي بيصنف لي الاخطار اللي هي الجيده، المقبوله، الممتازه؟
كل حاجه خاصه بقسم مين؟ الاكتتاب. ودي من قسم مش بيوجد الا في شركات التامين. معلومه ليك، لو انت في قسم تامين هتلاقي حاجه قسم خاص بحاجه اسمها قسم الاكتتاب. طب من اهداف عمليه الاكتتاب، عمليه الاكتتاب بتعمل كام حاجه؟ بتستبعد الاخطار الرديئه، صح. بتصنف لك الجيد من المقبول، صح. بتحدد للتغطيه التامينيه، يبقى كل ما سبق. طب نقط، هو عمليه تحديد قسط الاسئله دي بتيجي في الامتحان. قسط التامين، مين اللي بيحدد قسط التامين؟ التسعير. طب 7، يمكن حساب نقط عن طريق استخدام خبرة الماضي. عشان قلت لك لو انت شركة وراح اسأل عليك، هو انت سمعتك حلوة، بتخسر كتير، بتعمل مشاكل في الشركات، دي كلها عبارة عن حاجة اسمها قسط مين؟ التأمين. طب من المبادئ الفنية، بص الفنية كم حاجة؟ الضمان والسيولة والتنوع، يبقى كل ما سبق. مبدأ نقط يركز على قدرة الشركات على ضمان وسهولة تسويق الاستثمار. كل ما يكون معاك فلوس كتيرة كل ما تقدر انت تنوعها، تحط شوية في البنك، شوية في عقارات، شوية في اصول ثابتة، شوية اللي انا اقدر اشغلهم مع نفسي في اوراق حكومية. دي كلها بتتصف على حسب السيولة. يطالب مبدأ نقط بتعدد استثمار الاموال. بقدر ان انا اعدد استثمار الاموال عن حاجة اسمها التنويع. طب يقصد بمبدأ نقط عدم التغير الكبير المفاجئ. دي كلها حاجة خاصة مين؟ بالاستقرار. دي كلها ما ينفعش ان انا اتفاجئ، ودي حاجة عندي اسمها الاستقرار. بكده وخلصنا الفصل التاسع، العاشر، ال11، ال12. دي الجزء النظري. دي دروس سهلة وبسيطة تقعد تذاكرها مرة واثنين وثلاثة وتحاول انت تفهمها وتحل عليها الأسئلة. في أي حاجة واقفة معاك تقدر تكلمني، تبعت لي على الواتساب، اجي افهمها لك مرة واثنين وثلاثة. تعالى للسنتر من غير أي حاجة. انت طالب اونلاين، دافع، حقك تفهم، حقك تستفاد، وان شاء الله بإذن الله حل كتير هتلاقي نفسك الدنيا 100 100. ان شاء الله في المحاضرة الجاية هيكون محاضرة عملي بالكامل، هنشرح فيها احتمال الوفاة، احتمال الحياة، الجدول بتاعهم، هنشرح العملي بتاع الفصول دي كلها في محاضرة واحدة. يبقى كده المنهج بتاعك هيكون كامل بإذن الله. اشوفكم بإذن الله في المحاضرة الجاية. كان معاكم الاستاذ حسن اشرف، اشوفكم بإذن الله على خير.